السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بينما كنتم. أنا مش عارف بضحك ليه بصراحة، يعني بس عايز أقول إيه، يعني ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه الحق. مش موضوع مع الأهلي ولا موضوع مع الزمالك. يعني المباراة بتاعت بقول الأول برافو برافو البنك الأهلي، برافو بجد. يعني دي المباريات اللي مش عارف تقعد على بعضك، دي المباريات اللي فعلا تسقف لها، فعلا فرقه محترمه لاخر دقيقه بند مع الاهلي. طبعا عكس معلش المباراه اللي فاتت بتاعت بيراميدز والزمالك، شفنا طبعا اداء طبعا ايه ما عجبناش وما عجبش ايه. بعيدا يا جماعه عن حته انت بتحب الاهلي ولا انت بتحب الزمالك. احنا ناس جايين نقعد قدام التلفزيون او الشاشات بوقتنا او وقت حضراتكم ثمين وغالي، لا تقعد تاخد حقك فرجه وتاخد حقك متعه. برافو برافو البنك الاهلي للمره المليون، بسقف له وبرفع له القبعه بصراحه. فرقه رجاله رجاله رجاله، بقول برافو البنك الاهلي قبل برافو الاهلي المصري طبعا بطل افريقيا. ما فيش كلام. بص مباراه لاخر دقيقه وطارق مصطفى، وبرافو برافو بصراحه كل لعيبه البنك الاهلي 10/10 بصراحه. يعني رجاله رجاله رجاله، كنت ند مع النادي الاهلي لاخر دقيقه. واعتقد ان في ناس من الجماهير روحت سابت الاستاد ومشت وقالت ان المباراه خلاص 1-1، لكن الاهلي هو الاهلي. قلنا قبل كده لو دخلت غرفه الملابس برضو تتوقع ان الاهلي يحط جون. هو فعلا الاهلي ملك الدقيقه 90 فعلا. الف مبروك الف مبروك بصراحه. يعني انا مش عارف اتكلم، بس يعني فرقه البنك الاهلي بصراحه عامله لي ذهول. الفرقه دي في الدوري المصري فرقه يعني تمام. شفنا عملت ايه مع بيراميدز، وشفنا النهارده بتعمل ايه مع الاهلي. يعني بصراحه مباراه فعلا تحت مسمى الشرف والنزاهه. الفرقتين امتعونا بصراحه، ومبروك للاهلي المصري ما فيش كلام. وفي المحتوى اللي فاتت قلت هتيجي للنادي الاهلي بطريقه تانية، حتى لو في فرق بتتخاذل عشان توقعك وتجيبك الارض. ربنا اسمه العدل، ربنا اسمه الحق، ما بيرضاش بالظلم، ما بيرضى. هتحاربوا ربنا سبحانه وتعالى. ما في انسى تمام. وهتاخد حقك بالمليم بالثانيه تمام. بس انت ادي وخليك راجل واعمل اللي عليك، وربنا اسمه الحق وربنا اسمه العدل. ما لسه فيها تاني، ما هو في مباراه تاني، بس انا بتكلم على يعني المباراه النهارده والمباراه اللي فاتت بتاعت بيراميدز والزمالك. طبعا ما عجبناش المباراه قلنا بتاعت الزمالك وبيراميدز، واللي شفنا اللي عمله عواد يعني شيء مخزي، شيء طبعا يعني مش ظريف. ان الناس يعني زي ما اكون، يعني مش عايز اقول مصطلحات مش هي، زي ما اكون بلاش. يعني المباراه بتاعت بيراميدز اللي فاتت مع الزمالك طبعا ما حدش يرضى عليها وناس كتيره طلعت وشككت وفي المباراه وكده هو وفي عواد. بنقول الف مبروك للنادي الاهلي. نستنى طبعا نشوف برضو ايه. عرفنا ان بيراميدز برضو فاز على بتروجيت، بس طبعا احنا عايزين نتكلم بالساعات على النادي الاهلي. الاهلي يعني كنت متوقع والله العظيم تمام، بس قلت لو عماد النحاس ينزل علي معلول ممكن يعمل واحده اوفر ولا حاجه، وهي ببركات الشيخ علي او علي معلول. هو ما عملش اوفر ولا حاجه، بس هي ببركات علي معلول. وان النحاس بيدي كل واحد، نقدر نقول بيدي كل واحد حقه الصراحه يعني. بس انا شايف يعني مش عايز اخش في فنيات واتكلم كلام مش هو وافسد فرحه الاهلاويه. تمام مبروك عليكم الفوز. يعني شايف مش عارف، يعني حاسس ان بن شرقي ما فيش يعني ما بيصنعش الفارق ولا حاجه. والشحات قاعد، يعني الشحات كان قبل ما تيجي الناس دي والصفقات دي، الشحات كان بيقدم 100 قبل كده، قبل صفقات بن شرقي وجريتشيار والكلام ده. ليه بيستبعدوا بقعدوا دكه وكده ليه بياخد وقت قليل في المباراه؟ وقفشه عندك قفشه بيعرف يخلق لك مساحات، بيعرف يحط لك لعيب بانفراد. ليه برضه بياخد وقت قليل؟ ما تدفع بالناس دي يا عم الحاج. تمام. فالف مبروك للنادي الاهلي، مش لاقي كلام اقوله بصراحه، وربنا اسمه العدل.